جده وابن الأصول معروف لو الزمن هد. يا ناس يا اهل البلد قولوا لي مين يتضاره والراجل الاصيل لما يلقى الشر من عما يتضاره ويكفيك شر العبيط لما يمسك طماصه 16 يقول لك انا ما اعرفش عالضاره وهيحكم عليه الزمن يقول يا ريتني قعدت جنب الحياض. الضاره الراجل ده جمل من الجمال وعنده من الرجال 7 يعني معاه 7 رجاله بالصلاه على حضره النبي. طبعا الراجل الاصيل لما يخاف وما يختشي من الغلط فعنده شاب حلو كده زي الحاج عرف اما يقول له يا جمل قال لا ويا جمل قال له ديك شايف يا ابن العيال كترت الهرج الزمن ده والهرج كتر واحنا عايزين نختصر يا ولدي. قال له يا ابويا طب هنقعد فين؟ قال له هنبني عماره في الغد ما احنا خربنا كتير. قال له طب يا ابويا هنسيب الناس؟ قال له اللي عايزك يا ولد هيجي لك هيعوم لك البحر الكبير وهيجي لك. اتلايم على راجل ابن حلال كده بتاع مسلح يعني راجل مجاول عدل. قال له في ال10 فدن اللي فرح مننا دي وبننا حته حلوه كده قطعه. طبعا الفلوس اما تمشي العطلان في الزمن ده. معنى الكلام والاصول صادق وابن الاصول لما تقعد معاه تلقى في كلامه صادق وابعد عن الكذاب وامشي مع الصادق. الدنيا زي دايرة النخلة ما كترلكش في الجواب شهر 2 3 على 6 شهر كان مسلم عمارة وبالصلاة على حضرة النبي فتحة من 4 تركان وحصرتين 3 و3 4 دكك قدام البيت واللي يحبه ما يروح له. هو قاعد كده في الهوى السلطن وفي جماعة أولاد ناس رسيوا عليه سلام عليكم يا جمال. قال سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. قال حق الله. اما يقولوا لي يا جمال العشاء جيز قال طب انا معايا ناس ضيوف بره. والراجل الاصيل ما يردش الباب يشوف الناس اللي جايه من بره بس ابن الاصول من البلد بره. لقيت الراجل الجمل قاعد كده وتجيه كلام بترتيب تملي الادب صنعه والراجل الاصيل ما ياخدش كتر الكلام صنعه وكل راجل في عمله لازم يتقن الصنعه. ابويا قبل ما يموت قال التقل في الرجال صنعه. يا عمي يا صاحب الغنم حوش الغنم عن عليك الجمل عن عليك الجمل كده عيب
عليك الجمال البكارة تقلو الرعية دي مصيبة، دي جريمة واكبر عيب. شتمت ولاد الارامل في 7 الرجال، في 7 الرجال كده عيب. يا عمي يا عمي يا صاحب الغنم، حوش الغنم عن عليق الجمل، عن عليق الجمل كده عيب. عليق الجمل البكارة تاكلوا الرعية، دي جريمة واكبر عيب. شتمت ولاد الفواتف 7 الرجال، في 7 الرجال كده عيب. ان حصل الغلط من اهل الغلط لا يبقى عندنا غلط ولا عيب. طب انتوا ناس ولاد ناس، خالين من الغلط والعيب. ان عبر بيت المرء عمره الاصيل، عمره الاصيل ما يعيب. لكن باصل واطي على هوى سبب بيعيب. أباصل واطي على هوى سبب بيعيب. واللي يقعد وسط الرجال يحاسب من الغلط والعيب. انا نخيروني قالوا لي اغلط، قلت اموت وسط الرجال ولا عيب. ده نظر اختي فدان جمايل مع المايل، قعدت الم الجمايل طرحت من وراهم عيب. وتزرع جميلك عند الاصيل يا ابو العناتر، عمره الاصيل عمر الاصل ما يعين. وقالوا سوق العصايا اتنصب وقام اتحنجل اللعيب. واللي ماليش في اللعب جاي يعمل على 7 الرجال، على 7 الرجال لعيب. انا خايف اقول اخ على المايل، يقولوا الجمل يقولوا الجمل يعيب. بس لو جمل قصد جمل لكن يبقى غلط ولا عيب. ابو العناتر واصحاب ابو العناتر واصحابه، يا رب يخليه لاصحابه. راجل اصيل يحب اصحابه.